السلام عليكم. جبت لكم رغيفات بدون قليان وبدون زبدة ودايرين كيجيو بحال الا درتوهم من العجين المورق. تبعوا معايا هذا الفيديو، اقتصاديين وزوينين، رغيفات معسلين وكيجيو غزالين بواحد المقادير اللي هي بسيطة، وغادي نوريك وغادي نشارك معكم السر ديالهم اللي كيخليهم يجيو منفوخين ومقرمشين. المهم تبعوا معايا الفيديو. بسم الله. عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، وعندي ساشي وحده ديال السكر الفاني كيف ما شفتوا معايا، بدون خميره كيماويه، وكتجي واحد النتيجه صدقوني شي حاجه اللي ما عمركم غادي تندموا على هاد الرغيفات الا تبعتوا معايا الفيديو وجربتوهم، وكيبقاو لنا مده طويله ما كتوقع لهم حتى شي حاجه. هنا درت واحد الملعقه ونص ديال السكر، ديال السكر كلاصي، ممكن تعوضوه بالسكر سنيده، وممكن ملعقه ديال العسل على حسب نتوما شنو بغيتو. غادي نجمعوا العجينه ديالنا بميها عاديه، نحطوها في قطاوله العمل وندلكوها مزيان. خاصها تدلك وتكون فيها ما تكونش فيها دوك الحبيبات ولا دوك الكويرات ولا كوتال. خاصها تكون واحد العجينه اللي هي ملسه بزاف بزاف، وخليوها ترتاح الوقت الكافي باش غادي تخدموها وتعطيكم واحد النتيجه كيف ما توضحت لكم في الصوره في البدايه ديال الفيديو. هنا خليتها ارتاحت تقريبا واحد 3 ديال السوايع، وغادي نقطعها واحد الكويرات اللي هما صغيورين. وغادي نحتاجو الزيت، والخلطه ديالنا غادي نحتاجو كاس ديال الزيت عنبه وجوج معالق كبار ديال الدقيق الابيض. يعني ما فيهمش شي حاجه اللي ما موجوداش عندكم في المطبخ، كنشجعكم تنوضوا ديروهم. اول حاجه كنقبضوا دوك الكويرات بعد ما كيرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق دابا، ونطلقوهم حتى كتبان لنا طاوله العمل. شوفوا معايا الرق، ضروري ما ترقوا الرغيفات ديالكم. كنجيبوا داك الخليط ديالنا اللي ما بين الدقيق والزيت، كنخلطوه ونديروه في الوسط ديال الرغيفه ديالنا، ونطلقوها مزيان مزيان كيف ما موضح لكم، ونطويوها بحال اي رغيفه ولا اي مسمن، ولا اي رغيفه هكا مطفيه في العسل مربع. صافي كنطلقها الرغيفات ديالي كاملين. بعد ما كنكملهم هكا كاملين كنخليهم يرتاحوا، نبدا باول وحده. اول حاجه كنطلق. هنا غادي نعطيكم النصيحه في هاد الرغيفات باش يجيوكم منفوخين ومقرمشين وزوينين. ملي كتجيو طويوهم كطويوهم وما كتقطعوش الرغيفه ديالكم. الا قطعتوها ما غاديش تعطيكم ديك النفخه، وكتبريسيو عليها بصبعكم مع في الوسط ديال الملاقيه. شوفوا معايا كيفاش غادي ندير لها. المهم ملي كتقلبوها بحال هكا كتبريسيو بالصباع وتوليو عاود كيف ما شفتوا معايا، كتطويوها وتوليو عاود تبريسيو هكا بالصبيعات. منين ديروها في الفران طيب وكتنفخ، يعني ما كتلقاش منين كتخرج النفس، كتجي كتنفخ، ودوك التوريقات اللي دايرين لداخل كيتنفخوا وكتعطينا ديك العجين المورق. هنا صفر بيضه، درت له قطرات ديال الحليب مع قطرات ديال الخل، ودهنت بيه ودخلت المسمن ديالي ولا الرغيفه ديالي. شوفوا معايا راه عاد ما طابش، وكنوريكم النتيجه. يعني تبارك الله راه عاد في عاد في الفران. وشوفوا معايا، شوفوا القوام، شوفوا قولوا لي واش ما تنوضوش تجربوه، واش ما جاكمش الفضول تنوضوا تجربوا هاد الرغيفات اللي بدون زبده وبدون قليان، وشي حاجه اللي النتيجه زوينه زوينه بزاف. انا كنتمنى من كل قلبي تجربوا هاد الوصفه. كنقبضوا العسل وكندهنوهم هكا في الشتاء، وكيبقاو مده طويله، راه ما كيضيعوش، كيبقاو مقرمشين مرقين غزالين. صافي كندهنهم بالعسل مزيان ملي كيكونوا هما عاد سخونين، وكتزينوهم زينوه برقيق كاوكاو، اللوز، الكوك اللي كان عندكم. المهم هو النتيجه. شوفوا معايا كيفاش جاو الرغيفات ديالي مطفيين في العسل، شي حاجه اللي هي خطيره وزوينه. بارطاجيو الفيديو، بارطاجيوه. محيت هذا الفيديو انا بزاف منكم يعني كيقلبوا على هاد الوصفه بحال هكا بدون قليان وبدون زبده وساهل واقتصادي، وتحصلوا على النتيجه الزوينه اللي صراحه رغيفات منفوخين مقرمشين زوينين. خليو لي الاعجابات ديالكم، كثروا الاعجابات، كثروا القليبات، وبارطاجيو الفيديو. شوفوا معايا التوريقه كيفاش جات صراحه غزاله زوينه. كيستحق هاد الرغيفات التجربه، ونقدمهم لكم بالصحه والراحه ان شاء الله.